اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا قبل الفيديو ده كنت عامله 2 فيديو برضو نزلوا قبليه، فما كنتش عملت ليهم مقدمه. يعني كنت بداتهم على طول من غير مقدمات ومن غير ما ارحب بيكم واسلم عليكم. من غيري طبعا، يعني ما اقول لكم انا غيابي كان ليه ولا ايه سببه ولا اي حاجه. فقلت بقى اطلع بالفيديو ده النهارده. هو الفيديو ده كان بقاله فتره معايا على التليفون، بقاله فتره كبيره يعني دخلنا في شهر كده. كان الفيديو ده كان هناك، طبعا عند جده. الف رحمه ونور عليه يعني. كان في الفتره ديت، كان الفيديو ده عنده ليه؟ لان انا كنت صورته عنده، لان هو في الفتره دي كان جده تعبان. وكان اليوم ده اللي انا صورت فيه الفيديو ده. يعني انا كان بقالي فتره دخلت في شهر اهو تقريبا مصورتش ومنزلتش حاجه بالسبب ده يعني. سبب كان وفاه جده بقى وكده، وكنا مشغولين معاه وكده. يعني كان بقالنا فتره مشغولين معاه قبل ما يتوفى. كان تعبان قبلها شويه يعني. فالمهم، ده كان بقى الفيديو اللي هو ايه انا صورته. يعني انا كان بقالي كتير هناك عند جده، بس طبعا ما كنتش بصور هناك. فانا اليوم ده استغلت الفرصه بقى ان انا اصور فيديو هيبقى ذكرى لنا على التليفون. يعني يبقى فيديو ذكرى على لنا احنا يعني. ويبقى ذكرى على على اليوتيوب، مش هيتمسح بقى. بس هنا بقى ده البوتاجاز بتاعي، انتوا عارفينه. كنت واخداه هناك طبعا، علشان جده كان عنده بوتاجاز كده بس ما كنتش بعرف اشتغل عليه. فاخدنا البوتاجاز بتاعي ده عشان خاطر طبعا كنا مفاصلينه من الغاز. فكان بيبهدل بقى الالومنيا والحاجات دي. ما علينا يعني. المهم، هنا بقى اليوم ده قالوا لي ايه كان في حالة وفاة لحد قريب برضو. وقالوا لي تعالي عشان تقعدي مع جدك والولاد كده يعني. المهم الجماعة كلهم كانوا ماشوا رايحوا حالة العزاء. يعني قدوا واجب وكده، طبعا كان حد قريب فهيتنوا هناك طول اليوم. استدعوني بقى ان انا اقعد بالايه، اقعد بجده وبالولاد. بس فجيت بقى هنا. قلت لا، قبل ما خلاص انا كنت اوريدي كده هناك اهو. قلت لا، اعمل كوبايه شاي كده محترمه علشان ايه. اول حاجه انا عملت الشاي قبل ما احط العدس. تمام. اول حاجه مسحت البوتاجاز علشان كان مطرب يعني. انتوا عارفين دور ارضي إيه بيتبهدل بسرعه. فالمهم يعني مسحت البوتاجاز الاول، بعد كده عملت كوبايه الشاي بتاعتي. بعد كده حطيت العدس. علشان ايه؟ طبعا احنا كنا محتارين ناخد ايه يعني وبتاع. فقلت لا، اخد عدس. التسبيكه كانت جاهزه والعدس يا دوبك هيتسلق واحطه برده تاني وخلاص على كده. بس المهم، عملت بقى كوبايه شاي عشان اشربها واروق بقى الايه لحضانه الوفاء والامل اللي هتبقى معايا في الفيديو. فهتشوفوا كل حاجه دلوقتي بالتفصيل. كملوا بس الفيديو للاخر. ولو وصلتوا لحد هنا اتمنى ان انتوا تدعوا لجده بالرحمه، ان ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسامحه. انا بقى ايه قلت اشرب كوبايه شاي وروق على الدنيا كده والبوتاجاز شغال. عملت كوبايه شاي والولاد كانوا طبعا معايا. تمام. بقيت اقشر لهم برتقان وحاجات كده بحيث ان انا ايه اسليهم هم قاعدين ما يزهقوش يعني. المهم قلت بقى اكنس اروق الدنيا. الناس طبعا مش هينفع ان هم يسيبوني في البيت ويعتمدوا عليا. ويجي يلاقوني ايه ما كنستش ولا عملت حاجه والدنيا زي ما هي. طبعا لا، ما ينفعش. فقلت بقى اروح ماسكه الشقه كده عند جده اكنسها. طبعا دور ارضي وكده، انتوا عارفين بقى الدور الارضي كل بيجي بيدخل بالشوزات بتاعته والحاجات ديت كده يعني. لان مش فيها عدد كتير، هو كان جده بس المهم قلت بقى اكنس الشقة كده. وتبقى ذكرى ان يعني عمر الفيديو ده ما يتكرر تاني. ولا اللمة اللي كانت هناك دي تتكرر تاني. كان فيها الفيديو كان فيه تفاصيل كانت المفروض يعني كنت اسجلها بس انا ما حبيتش يعني. فالحمد لله اكتفيت بالمقطع ده. بس قلت بقى هنا امسح الترابيزه عشان الولاد لما يجي يذاكروا عليها يقعدوا يذاكروا كده. على فكره كانت متوسخه عن كده جدا الترابيزه دي. واحنا مسكناها بالسلكه والصابون والكلور والحاجات دي ظبطناها لحد ما وصلت للدرجه ديت. ده اقصى حد ليها وصلت له. بس هنا بقى رحت رش عليها بازازه المعطر. تمام. وكنست بقى مسحتها وفرشتها عليها الملايه دي كده علشان الولاد يقعدوا يذاكروا. وكنست بقى الاوضه والصاله. خليت عوديه بقى كنس ايه، كنس السلم بره. ساعدني يعني. بس قلت بقى قبل يعني ايه ما اقعد اتشغل مع الولاد واذاكر وبتاع، بحيث ان انا لو حد جاي يبقى الدنيا نظيفه يعني نوعا ما يعني. تمام تمام. هي طبعا الاضاءه هناك مش اللي هي يعني ايه ظلمه بصراحه الفيديو. بصوا، فاحنا هنا كنا بنكنس بقى السلم وسيقناه ومسحناه يعني بالشرشوبه وكده. فعودي قال لي لا ما تطلعيش بره، عشان كنت طبعا بلبس البيت.
فقال لي لا ما تطلعيش بره يا ماما، هاتي نكمل مكانك. فراح عدي خد بقى مني وكمل مكاني بره لحد ما خلصنا ودخلنا بقى ايه. كملت انا الاكل اللي انا كنت هعمله، وعملت بقى ذاكرت للولاد لحد الجماعه ما جم. بس انا حبيت اصور الفيديو ده كذكرى بس لنا مش اكتر يعني، ايه للقناه. إيه يعني احطه على القناه كذكرى ان انا كل ما افتكر بقى الايام دي. طبعا الايام دي مش ترجع تاني. إيه هناك بقى كانت اللمه والولاد فرحانين ببعض، عيال خالي وعيالي فاهمين. بيت العيلة بقى والكل يتجمع تحت ويقعدوا العيال يلعبوا مع بعض ويشتكوا من بعض، الحاجات اللي هي الجو بتاع البيت العيلة ده فاهمين. الحاجات دي كانت بتحصل كتيرة قوي لما يبقى الجد والجدة موجودين. كان بيبقوا لمين البيت. خلاص الجد والجدة مش بيبقوا موجودين، خلاص ايه كل واحد من الأسرة بيقفل على نفسه بقى، وكل واحد بيلم ولاده حواليه وخلاص بيقفل على نفسه. فما بيبقاش يعني ما بيتكررش الجو ده كتير يعني. تمام. او ما بيعملوش غير الكبار، يعني ما بيجمعش العيله كلها او البيت كله غير الكبار اللي في البيت. طبعا الف رحمه ونور عليهم. بس قعدت بقى خلصت كل اللي انا بقى كنت بعمله ده، وقعدت اذاكر للولاد. وديت ريتاج بنت خالي الصغيره، دي بقى المشاغبه الكبيره اللي في البيت. فظيعه. بس ربنا يحميها يعني يا رب، لكل الولاد ربنا يبارك فيهم. ودول كانوا ولادي، والمشاغب اللي جنبها الصغير برضو ابني ده، كانوا الاتنين ولاد عدي. كانوا الاتنين عاملين مشاكل في البيت كبيرة قوي، معتز وريتاج. بس فقلت بقى اذاكر للولاد وخلص. على فكرة هم كانوا هنا بيذاكروا قبل انا ما ابدا ترويق، وقبل ما اعمل اي حاجة. اللي جات لي فكرة التصوير من ايه، من ان انا كنت بشغل لهم الكشاف. كانوا بيذاكروا هم في الاساس الاول قبل انا ما ابدا شغل البيت وكلام من ده. كانوا بيذاكروا لانهم كانوا لسه جايين من الدروس، فكانوا عايزين اشغل لهم كشاف الموبايل. قلت لهم لا انتوا هتخلصوا الشحن مش مشغلاه، اقعدوا ايه ذاكروا على كده. حلوه الاضاءه ديت جميله وكملوا على كده. فما كانتش عاجباهم. من هنا جات لي بقى الفكره ان انا اصورهم الفيديو واخدوا ذكرى يعني للقناه. وكنت مصوراهم بقى هنا وانا بضحك عليهم يعني وهم بيذاكروا وبتاع، وعماله ايه اتريق عليهم. فطبعا كل الصوت والحاجات اللي هي الاصليه انا شايلاها، يعني فيها دوشه بقى العيال وبتاع وكده، ما حبيتش ان انا اطلعها. بس قلت لا هعمل الفيديو واشيل الصوت ومنتجه بقى انا. بس كفايه ان انا اشوف البيت عند جده بالوضع ده. لان طبعا البيت ده انا عمري ما انساه. هو ده البيت اللي انا اتولدت واتربيت فيه على فكره، ودي الشقه اللي انا اتولدت فيها بالاخص. فليها ذكرى عندي يعني حلوه. وبس فقلت بقى ايه اعمله فيديو ذكرى عندي على التليفون، فخايفه يتمسح. قلت لا همنتجه واظبطه وانزله على الموبايل، على القناه يعني. هنا كانت بنت خالي بتحل الحساب بتاعها وانا عماله اضحك عليها واطلع لها وان واقول لها تو مش عارفه ايه، وهي بتحل اصلا الحساب مش ماس. فانا انا عماله احسب لها ماس وهي عماله تحسب حساب. فقعدت اضحك بقى. بس فكنت بلخبطها شويه عشان اشوفها مركزه معايا ولا لا. بس كانت عماله تقول 67 60 زائد 7 كام ومش عارفه ايه، وانا عماله ايه اعمل لها على ايديا واقول لها شيل الكبير في دماغك والصغير على ايديكي وكده. يعني الحاجات اللي انا بقيت. بس فهنا بقى انا كنت ايه عماله اجمع معاها واحل معاها وكده. وكان كمان كان في علبه بسكوت بتاعت جده، خدتها بقى وزعت على العيال وروشت عليهم وروقت عليهم. اهو معتز هناك كان بياكل برتقانه، لان انا كنت لسه عامله كوبايه الشاي ما كنتش بدات عملت حاجه. انا قلت بس اعمل كوبايه الشاي افوق عليها دماغي من الصداع، علشان خاطر بس يا حبيبي بس يا بنتي بس يا ابني كده يعني. نعم يا جدو الحاجات كده. اه والله العظيم بعد ما بنعيش لحظة فعلا من حياتنا بتبقى لحظة فيها ذكريات وحاجات حلوة عمرها ما هتتكرر. فلازم فعلا نصور الحاجات دي، لان بجد مش هترجع تاني. كان بيت فعلا. بصوا حتى البيبان على وضعها والبيت على وضعه من وانا صغيرة. يعني هو البيت ده كده على وضعه، الدور بس ده تحت، انما فوق طبعا كل واحد موضب شقته. الدور الارضي ده هو ده اللي بيبقى على وضعه لحد ما الجد والجده بيكبروا. ده اذا ما حدش يعني لعب فيه وضب حاجه بتاع كده. لا طبعا بيتن على كده والله العظيم دي احسن. بص تحس ان البيوت دي
اللي هي البيبان دي اللي شافت شقة الناس ديت وعاشت حياتهم وشافت الحاجات دي، هي اللي حضرت الناس الكبيرة دي اكتر مننا كمان. فانا بحب الحاجات اصلا يعني انا بحب ايام زمان قوي يعني، بحبها وبعشقها يعني. بص كنت بحل لها 60 زائد 70، وهي عماله اقول لها طلعي الكبير في دماغك والصغير على ايديكي. بصوا هي لسه صغيره اصلا يعني في سنه تانية، بس هما ماشيين بمنهج جديد كده. بس ده بقى الفاشل ابني. بص مش قلت لكم روقت عليهم بالبسكوت؟ آه خلص واجبه ده بقى، لسه كان ده بيتأسس ده، بس ده غلوبة بقى مغلبني. بس بقى قلت بقى ايه، كانوا قاعدين بقى هنا ايه قاعدين مش عارفه